بصوا يا رجاله، من الاول كده عشان نبقى على وضوح، انا هقول ادعاء وهشرح معناه بعدها. الادعاء بيقول: اقسم بالله العلي العظيم انا ما شفتش في حياتي اغبى من العلماني العربي، ما شفتش في حياتي حد عنده ازدواجيه معايير قد العلماني العربي، ما شفتش في حياتي اجهل من العلماني العربي. انا بعمم كلامي عليهم كلهم رغم ان دي حاجه غلط، اللي هو التعميم يعني، بس انا محمود عشري من 5 في عينك ووضعي يسمح لي. الحلقه دي بالذات فيها كلام مهم جدا، فالاول مره بطلب منك تتفرج عليها كامله سواء كنت مؤيد او معارض. ويلا بينا نبدا. قول لي يا ابو عشري، هو يعني ايه علماني عربي غبي وجاهل؟ يعني اللي اعرفه ان الناس دي بتدعي انهم متنورين مثقفين ليهم في كل خرابه عفريت. سؤال جميل. عارف انت لما تكون مرزق انك بتتكلم اللغه العربيه، بتفهمها، بتعرف تقراها، قدامك الاف الكتب المختلفه من مصادر متنوعه، الاف الكتب بلغتها الاصليه، الاف التفاسير والفقه والعلوم والتدوين والتاريخ باللغه الاصليه بتاعتها، وانت بتعرف تقرا وتفهم اللغه دي، ومع ذلك انت مغيب ومعمي وجاهل. يعني العلماني الغربي ده رغم كل شيء الا انك تقدر تلتمس له العذر في انه ما بيفهمش اللغه الاصليه للدين. مجتمعه واعلامه بيحاولوا باستماته تشويه مجتمعك ودينك وعرفك، انما العلماني العربي صاحب اللغه الاصليه شيء عجيب يا اخي. تعال نقسم الحلقه دي لقسمين: قسم للعلماني الملحد العربي، وقسم للعلماني المسلم العربي. وخلينا نبدا بالعلماني الملحد الاول. لما اتكلمت عن العلمانيه الحلقه اللي فاتت، جم ناس قالوا لي: ايه الجهل والتخلف والنظره السطحيه للعلمانيه دي؟ انت مش فاهم اي حاجه في اي حاجه. العلمانيه باختصار هي فصل الدين عن الدوله، المساواه بين المواطنين، حريه المعتقد والضمير، حياديه الفضاء العام، وسياده القانون المدني. حلو كده، يعني انا كيفتك دلوقتي. انا بقى ما يهمنيش من كل ده غير نقطتين: فصل الدين عن الدوله، وسياده القانون المدني الغير مستمد من نصوص دينيه. زي ما قلنا ان القانون الالهي قانون موضوعي لا يتغير على اهواء الناس، مش هيتغير عشان اجنده او سلطه او ايا كان. يعني ممكن يسيء استخدامه زي الدواعش ولاد المركوبه، لكن القانون في المرجع الاصلي وهو القرآن غير قابل للتغيير. يعني احنا لما بنقع في قضيه اخلاقيه، مرجعنا الاول هو القرآن ومرجعنا الثاني هو الحديث. انت بقى لما بتقع في مشكله اخلاقيه، ايه هي مرجعيتك؟ يعني لنفترض انك عايش في امريكا العلمانيه، وسالتك سؤال عابر كده بيقول: الدول العلمانيه كانت بتجرم زواج العجل من 50 سنه ودلوقتي اصبح مباح، هل انت مع او ضد الزواج ده؟ طبعا ما تقدرش تقول ضد، لانه قانون في دوله علمانيه وانت ما عندكش اي خلفيه موضوعيه للاعتراض عليه. لو سالتك بقى نفس السؤال ده بس من 50 سنه، كان ردك هيكون ايه؟ طبعا انت عمرك مستحيل كنت تقول انا مع زواج العجل من 50 سنه، لانه كان ممنوع في الدوله العلمانيه، وانت برضو ما عندكش خلفيه موضوعيه تقدر تستند عليها. لنفترض زي ما سمحوا بزواج العجل هيسمحوا بزواج المحارم بعد 50 سنه من دلوقتي، هل انت بقى مع ام ضد زواج الاخ من اخوه، الاب من بنته، او الابن من امه، او الاخ من اخته؟ لو انت ضد الحاجات دي، على اي اساس هتعترض؟ يعني قانون الدوله العلمانيه لا يعارض ولا يجرم ده. طبعا انت هترفض الموضوع حاليا لانه ممنوع دوليا، انما هتوافق بيه غصب عن اللي خلفوك لو بقى مباح في الدوله العلمانيه. انت فاهم انا عايز اوصلك لايه؟ انك مكيل بمكيالين، بتقول انا حر من الاديان وعباده الاله، وفي نفس الوقت بتعبد القانون البشري. يقول لك يمين تخش يمين، يقول لك شمال تحط الصرمه في بقك وتقول تمام يا اسيادنا انا هخش شمال. الحلقه اللي فاتت جالي تعليقات غريبه شويه، ناس بتطعن في الدين وبيرموا تعليقات متخلفه عقليا، ولو دوروا فيها شويه وقارنوها بغيرها وفهموا هم بيقولوا ايه اصلا، ما كانش بقى ده حالهم. عشان كده انترو الحلقه بيتكلم عن مدى غباء وجهل الفئه دي بالرغم من فهمهم للغه الاصليه. وتعالى اديك شويه امثله. اولا التعليق الابله اللي بيقول الاسلام وزواج القاصرات وما شابه. لو سالت اي واحد فيهم يعني ايه قاصرات اساسا، هيقول لك البنت التي لم تبلغ سن ال 18، اللي هو من الاخر اي حد هيتجوز بنت تحت ال 18 سنه يبقى بيدوفيل وزواج قاصرات، وده طبعا تعريف غلط ومش قاعده عامه. هبسطها لك بشويه امثله. يعني تعالى نبدا بتعريف الاسلام. الاسلام ما وضعش سن معين لسن الرشد وسن الزواج، لان الاسلام دين عملي ومنطقي ومعاصر لجميع الفئات والظروف والعصور. ما ينفعش تقارن بنت اتربت في خيمه وسط الصحراء من 1000 سنه ببنت اتربت في ناطحه سحاب اوضتها فيها تكييف وبتشرب فراوله سموذي، بنت اتربت في غابات الامازون وبتصطاد غداها يوميا من البريه من 800 سنه، ببنت عندها جيمنج سيت اب وبتلعب انيمال كروس، بنت اتربت على جبال الصين من 3000 سنه ببنت قاعده بتتفرج على محمود عشري. التفاوت الرهيب بين الخبرات في المواقع دي والتفاوت المهول بين العصور بيخلق نوع من البلوغ المبكر انت عمرك ما هتتخيله. انت نفسك ما تتقارنش بفارس بيحارب من وهو عنده 8 سنين في العصور القديمه وانت قاعد على سريرك بتتفرج على ستريمر يعني بيلعب سي اس جو بيكسر جهازه لما بيتعصب. المغزى يعني من المقارنات دي ان القانون الاسلامي بيقول الزواج مسموح بيه طالما الزوجين مؤهلين، وبغض النظر عن السن في اي عصر وفي اي مناخ معيشي لازم الزوجين يكونوا بالغين من الناحيه
الصحيه الجسديه والعقليه والنفسيه اللي خلقنا ادرى بالطبيعه المتغيره للبيئه وللانسان، لان بعد 1000 سنه من دلوقتي 100% سن الزواج القانوني هيكون اعلى من 18 سنه. يا راجل يا طيب، ده السن القانوني للزواج من 100 سنه بالظبط في انجلترا كان 7 سنوات للطرفين لكتابه عقد مدني او ديني، والزواج الحقيقي اللي هو النكاح كان 12 سنه للبنات و14 سنه للرجاله. من 100 سنه في انجلترا، انت مركز معايا؟ مش من 1400 سنه في الصحراء في شبه الجزيره. ومش انجلترا بس، اسبانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا وغيرهم كتير. واشهر مثال هو زواج ايزابيلا الفرنسيه اللي عندها 6 سنين للملك ريتشارد الثاني ملك انجلترا سنه 1396، وكان المفروض النكاح يكمل بعد ما ايزابيلا تتم ال 12 سنه. وغيرهم امثله بالمئات، ودول تانية كتير زي الرومان واليابان والصين والخ. هل انا بقى مع زواج البنات تحت ال 18 سنه؟ قطعا لا يعني، وبالعكس انا بفضل البنات تتجوز فوق ال 21 سنه كمان، لان العصر الحالي متغير تماما عن اي وقت عدى، والبنت الحاليه غير مؤهله نفسيا ولا عقليا انها تشيل مسؤوليه وهي 18 سنه او اقل، حتى لو مؤهله جسديا. بص انا يعني مش هقول لك من 100 سنه فاتوا، حتى انت لو بصيت على جدتك اللي هو الجيل اللي قبل اللي فات هتلاقي اختلاف رهيب بين القدره العقليه والنفسيه والجسديه عن بنات الجيل الحالي، وحتى الفرق بين جيلين الرجاله يعني فرق رهيب جدا. وبغض النظر عن كل ده، هل انا محتاج اتكلم عن العلاقات الجنسيه اللي بتحصل بين ولاد وبنات في سن ال 15 في الوقت الحالي في الدول الغربيه؟ هل محتاج اتكلم عن كم البنات في امريكا بالذات اللي بيولدوا وهم 14 سنه؟ طبعا محدش بيجيب سيره الحكايات دي، يعني طالما مش متجوزين وبيمارسوا الحلبسه بره عن الجواز فقشطه يا صاحبي، ايه المشكله؟ مش عايزك تنسى ان الاسلام بينص بشروط صارمه على ان الزوجه وولي امرها لازم يقبلوا بالزوج، والزواج ده باطل لو الزوجه اتجوزت قهرا. ونخش على الكومنت المريض اللي بعده، شويه عيال كده الاي كيو بتاعهم يعني بعافيه شويه، قالوا لك الاسلام بيشجع على العبوديه. يا علماني يا جميل يا كيوت. تعالى ناخد مثل كويس جدا، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، رمز الليبرالية والحرية والعلمانية الأشهر في العالم. رسالة الإسلام مع سيدنا محمد ظهرت سنة 610 ميلاديا. 610 ميلاديا يا أبو شقفة. دولة أمريكا اتأسست سنة 1776، يعني بعد 1200 سنة من رسالة الإسلام تقريبا. 1200 سنة أبو شقفة، أنت مركز معايا؟ الكل عارف أمريكا اتأسست إزاي، والمواطن الأوروبي عمل إيه في الهنود الحمر، وإزاي بنوا الدولة بأيادي العبيد الأفارقة اللي جابوهم متسلسلين على مراكب من أفريقيا. طب تعرف انت يا ابو شقفة ان في ظل تسيد الحكم الديمقراطي والجمهوري في امريكا حصل حرب اهلية بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية؟ تعرف سبب الحرب دي ايه؟ ولايات من نفس الدولة دخلوا في حرب راح ضحيتها بالالاف عشان رئيس امريكا ابراهام لينكولن قرر الغاء نظام العبودية. سنة كام يا ابو شقفة؟ سنة 1865، يعني من 160 سنة. 160 سنة دي اللي هو اول امبارح. الولايات الجنوبية رفضوا رفض قاطع الغاء العبودية بحجة انها ولايات زراعية معتمدة بشكل اساسي على العبيد الافارقة اللي بيزرعوا ويلموا المحاصيل من الاراضي، يعني صعب يا اخوانا نتخلى عنهم. لو العبودية اتلغت العبيد دول هيتقاضوا اجر طبيعي زي اي مواطن، ودي خسارة للمواطن الابيض ما يقدرش يتحملها. انت لسه الفكرة مش واصله لك لنافوخك القفل ده. نص الشعب الامريكي بنص حكومة دولة امريكا كانوا ضد الغاء العبودية لدرجة الدخول في حرب اهلية وانفصال 11 ولاية عن الدولة من مجمل 36 ولاية، ويأسسوا حاجة اسمها الولايات الكونفدرالية بعيدا عن الولايات المتحدة. حتى بعد انتهاء الحرب الأهلية وإلغاء العبودية من 160 سنة فضل برضه في تمييز عنصري بشع من قبل المواطن الأبيض للمواطن الأفريقي. ناهيك طبعا عن ان لحد الستينات ما كانش ليهم نفس الحقوق للمواطن الأبيض إطلاقا. ايه حوار الإسلام والعبودية ده بقى؟ يعني مبدئيا كده الرسول نهانا عن استخدام كلمة عبد لأنها كلمة مهينة للإنسان. ده مبدئيا. الإسلام قبل ما يظهر العبودية كانت شيء طبيعي، يعني فوق الطبيعي بين الناس. العبيد كانوا بيتباعوا في الاسواق زي الطماطم والقلقاس. ليهم حقوق؟ لا. بيتعاملوا كبني ادمين؟ لا. بيتقاضوا اجور؟ يعني لا صباح الفل. يعني هل حتى بياكلوا من نفس اكل اسيادهم؟ يا عم صباح الفل بقول لك. طب ايه الفرق اللي عمله الاسلام معاهم؟ اولا الاسلام من اولها كده حرم بيع الحر، يعني ما اروحش اجيب واحد حر من افريقيا وبيعه في سوق عكاظ. طب احنا لغينا كلمه عبد واستبدلناها بكلمه رق. بيجوا منين بقى لو مش هنروح
محملهم على عربيه تويوتا نص نقل من افريقيا الوسطى، زي ما امريكا واوروبا المتحضرين عملوا. يعني الرق والسبايا بيجوا في حالات الحرب بين الاسلام والدول الاخرى. يعني مثلا الروم جم حاربوا المسلمين ووقع في ايد المسلمين اسرى حرب من الروم، هم دول بقى يا اسطى الرق والسبايا. طب احنا هنعملهم ازاي؟ دي ناس كانت جايه عايزه تقتلنا. يعني اي دوله طبيعيه بتمارس البغبغان مع اسرى الحرب عادي. الاسلام قال لك يعني مفيش الكلام ده. الرق هياكلوا من نفس اكلك، هيشربوا من نفس شربك، هتعاملهم بنفس الاحسان اللي بتعامل بيه ابوك وامك وقرايبك، هتلبسهم نفس اللبس اللي بتلبسه ومش هتديهم شغل اكبر من طاقتهم. بس كده؟ لا يا ابو شقفه، الاسلام اداك وسائل لتحرير الرق والسبايا اللي كانوا جايين يقتلوك اصلا. يعني العادي ان اسرى الحرب بيتفشخ اللي جابوهم من اي دوله. يعني هات لي انت يا علماني دوله واحده في التاريخ ما فشخوش اسرى الحرب دول. انما عتق الرقيق في الاسلام كانت وسيله لطاعه ربنا وكسب حسنات ملهاش اول من اخر. وبفكرك بغزوه بدر لما الرسول انتصر ووقع في ايده اسرى كانوا بيحاربوه بيأذوه منعينه من توصيل الرساله وعايزين يقتلوه، وبعد كل ده قال لهم الكلمه الشهيره اذهبوا فانتم الطلقاء، رغم ان كان حقه يعمل فيهم ما بداله. دي حاله حرب ودول اسرى ومفيش حد في الدنيا يقدر يستجري انه يغلطوا بعد كل اللي كانوا بيعملوه معاه، لكن عفى عنهم بدون مقابل. ودي حادثه من حوادث ووسائل كتير في الاسلام. واحد هيقول لي طب يعني طالما الحكايه كده ليه ما بيعتقوش الرق دول على طول؟ ليه بيخلوهم معاهم وبيعتقوهم في اوقات معينه في ظروف معينه بوسائل معينه؟ يعني هو سؤال غبي شويه بس انا هكمل معاك للاخر. تخيل انت مصر في حرب مع اليونان على سبيل المثال، مصر انتصرت في الحرب وخدوا اسرى من اليونان، طلعت الحكومه المصريه تاني يوم قالوا احنا افرجنا عن الاسرى كلهم عشان احنا شعب كيوت جدا. تفتكر انت بقى الاسرى دول هيعملوا ايه لما يرجعوا اليونان تاني؟ يعني مثلا هيتجندوا تاني ويتدربوا تاني ويرجعوا الجيش تاني عشان يجوا يحاربوا مصر تاني؟ يعني تفتكر احتمال صح؟ وفي تعليقات سخيفه ومتخلفه كتير اتقالت غير دول، يعني ما يستاهلوش حتى ان انا ارد عليهم. عارف مشكلتي مع العلماني الملحد ايه؟ مش انه مش مؤمن باله، لا عادي، ده حقه الدنيوي ماليش اي علاقه بيه. مشكلتي معاه انه مفكر نفسه اذكى من البشر. يعني هو في دماغه مفكر ان الالحاد ده بيساوي العلم والمنطق والذكاء. الملحد ياكد لك بشكل قاطع ان الموبايل ليه مصمم وفي شخص ما اخترعه، مستحيل يتواجد من العدم. انما العين البشريه المكونه من ملايين الخلايا، لو خليه واحده منهم بايظه تبقى كارثه. يقول لك لا يا اسطى ده بفعل التطور او الماده المظلمه او صدفه، يعني عادي صدفه. الملحد يؤمن بالعلم ايمان قاطع، ولا يؤمن بالغيب او الاشياء التي لا تتجاوب مع حواسه الخمسه، مع انه مؤمن بالجاذبيه وهو ما يقدرش يشوفها يسمعها يلمسها يشمها يحسها. مؤمن بالعقل الباطن اللي مستحيل يتجاوب مع اي حاسه من حواس الخمسه. مؤمن بشيء اسمه ضمير، بس يؤمن بان تواجده في حد ذاته دليل على وجود خالق ومصمم. راجل كل سنه وانت طيب. المهم يعني ايه لازمه الكلام ده؟ لازمته ان النظره المتعاليه اللي بيتمتع بيها العلماني الملحد ما هي الا نظره بلاهه. نخش على القسم الثاني وهو العلماني المسلم، وده مصيبته مصيبه لوحده. الراجل المسلم الكيوت اللي بيسعى لتطبيق العلمانيه في الدول المسلمه بحجه ان الدوله فيها اديان اخرى، والحقيقه انا مش فاهم معنى الكلام ده. بس معنى كلامك ان احكام ربنا هتظلم الاقليات المتواجده في الاراضي المسلمه، بالتالي انت معترض على الاحكام دي. معنى كلامك ان القانون البشري اولى وافضل من القانون الالهي. فانت حاجه من الاتنين، يا ضعيف الايمان لدرجه لا توصف، يا شخص جاهل ما تعرفش اي شيء عن امر ربنا لينا بمعامله اصحاب الكتب السماويه. زي واحد مختل كنت بكلمه قبل كده قال لي الاسلام هيجبر المسيحيين يدفعوا الجزيه، فسالته تعرف ايه عن الجزيه واحكامها؟ طب تعرف ايه عن الزكاه المفروضه على المسلم؟ طب تعرف الفرق بينهم؟ تعابير وشه كانت اغبى ما يكون رغم ادعائه ان مسلم وفاهم الدين. قلت له ان الزكاه المفروضه على المسلم هي 2.5% من مدخراته السنويه. 2.5% دول يعني يكاد يكون لا شيء. الجزيه بقى اقل بكتير من ال 2.5% دول، ومش لاي حد، ده للراجل البالغ العاقل القادر فقط ليس الا. يعني الاطفال والنساء وكبار السن والغير مقتدرين والمرضى كلهم معفيين عن الجزيه. عارف انت بقى المصيبه في ايه؟ ان الجربوع اللي قال لي الجزيه ده عايش معايا هنا في بولندا وبيدفع ضرايب شهريه بتوصل ل 40% من دخله الشهري. 40% من دخله الشهري، انت مركز معايا؟ ولو عايش في فنلندا او في المانيا هيدفع اكتر من 50% من دخله الشهري. والفاجر زعلان على قيمه سنويه اقل من 2% في مقابل انه مش مجبر على دخول الجيش، وانها قيمه مدفوعه للانفاق العام واصلاح بنيه الدوله واقامه مشاريع مفيده. انا عارف ان معظم اللي بيتفرجوا عليا هم شباب لسه صغير وفي مرحله النضوج، ومش هقدر اعاتبكم قوي على تفكيركم، لان من 10 او من 12 سنه كده كنت شخص غبي وجاهل، بس كنت بعمل نفسي مثقف وعلمي وسياسي. كنت بقول الليبراليه والعلمانيه هي الحل في اقامه دوله مدنيه، وده كلام في البطيخ كنت بقوله عشان ابهر صحابي في الجامعه
ومتابعيني على تويتر. انا برضو كنت بقول يا اخوانا لازم نتحرر من القيود الدينية لاجل معيشة فارهة، وكنت على وشك الالحاد بدون اي علم بمبادئ الالحاد اصلا ولا حتى بمبادئ الاسلام، والحمد لله الذي عافانا. الحرية الحقيقية انك تتحرر من قيود شهواتك الدنيوية، تتحرر من كلام وافعال الناس اللي بتحكم عليك وتصبح عبد لله وحده. الحرية انك تطبقي كلام ربنا على لبسك وتصرفاتك في المجتمع، وانك تتحرري من حكم الناس على ظهورك بينهم. البنت الغربية العلمانية بتلبس جزمة بكعب بيدمر عظم رجلها، بيوصل لاوقات كتير ان رجلها بتنزل دم بشكل غير طبيعي، بتحس بألم مش طبيعي، بتضيع ساعات من عمرها يوميا عشان تظبط مكياج وشها عشان تبان جميلة قدام الناس، رغم انها عارفة ان المساحيق دي بتدمر خلايا وشها على المدى القريب والبعيد. بتلبس جيبة فوق الركبة في درجات حرارة تحت الصفر عشان تبهر اللي قدامها وهي بتتعذب من السقعة، وكل الألم والعذاب وتضييع الوقت والفلوس على التفاهات دي جايين من وهم اسمه حرية اللبس. الناس دي تحرروا من كلام الخالق عشان يبقوا عبيد لكلام المخلوق، وايه ربنا يهدينا ويهديكم جميعا.